ظابط ما خرجش من الجيش بقاله 10 سنين ونفسه يعيش حر، وطول ال10 سنين دول بيرسم خطة للهروب، ويوم ما بيهرب جيش الدولة كله بيطارده لكنهم مش بيقدروا عليه. تفتكروا في الآخر هيقدر يهرب ولا لأ؟ بيبدأ الفيلم يا صديقي مع الجندي ليم، وده جندي في جيش كوريا الشمالية ونفسه يهرب لجيش كوريا الجنوبية لأن جيش الجنوب بيسمحوا بالحرية عكس جيش الشمال اللي بيكون عندهم الجندي أسير للأبد. وبنشوف ليم وهو بيخرج من الكتيبة للغابة وبيحاول يكتشف الطريق ومكان وجود الألغام، وبيرسم خريطة للهروب في الوقت المناسب. وتاني يوم بيخرج هو وباقي الجنود وبيعملوا عملية مسح للغابة، وهناك بيقول كيم لليم إن الطيور بتطير على ارتفاع منخفض جدا، وده معناه إن المطر هيمطر بعد 4 أيام، وبكده هيكون في مشكلة هتواجههم لأن أكيد الأرض هتتحول لطين، والطين هيغطي العلامات اللي حطها ليم لمكان وجود الألغام، ومش هيعرفوا يخرجوا من حقل الألغام بسهولة ولا هيعرفوا يهربوا. وبكده بنكتشف إن كيم بيبقى شريك ليم في خطة الهروب وناويين يهربوا سوا. وأثناء كلامهم مع بعض فجأة بيسمعوا صوت انفجار، فبيخافوا من الصوت لحسن يكون هجوم من جنود الجنوب، وهم كانوا جنود الجنوب فعلا لكن نشنوا على خنزير بري، فأخدوه الجنود وعملوا عليه حفلة شاوي. وأثناء الشاوي بيقول الجنود لليم احنا مش عارفين من غيرك كنا هنعمل ايه. قال لهم انتوا ليه يائسين قوي كده؟ وبعدين انا هنا بقالي 10 سنين مش ههدى غير لما اخرج من هنا واعيش حياتي زي ما انا عايز. وبعد ما خلصوا كلام دخل عليهم واحد من القادة وشافهم وهم بيشوا الخنزير، فبيتعصب عليهم وبياخد ليم لباقي القادة، وهناك سألوه ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فقال لهم انهم لقوا خنزير ده اثناء عملية المسح في الغابة، وبما ان الجنود محتاجين ياكلوا فقالوا يشووه ويتعشوا بيه، فزعق له شوية واخدوا هم الخنزير وعملوا عليه حفلة. ومش بس كده، دول كمان خلوا ليم يخدم عليهم. وفي نص الليل بيقعد ليم مع نفسه وبيشغل اغنيته المفضلة وبيفتكر نفسه وهو صغير وقد ايه كان بريء وبيحب الحياة وطموحه عالية قوي. فوهو بيسمع الاغنية دخل كيم وقال له ان المطر هيمطر بكرة، وبكده العلامات هتختفي من طريق الالغام، وفي الحالة دي مش هيعرفوا يهربوا. وهو عايز يهرب لانه مشتاق لامه واخته الصغيرة وعايز يطمن عليهم باي طريقة، فضربوا ليم بالقلم على وشه وقال له لو سمعتك بتتكلم الكلام ده قدام حد تاني هموتك. وفي نفس الوقت بيهديه وبيوعده ان كل شيء هيكون بخير. وبعدين وهم راجعين في الطريق وفي نص الليل بيصفر جهاز الانذار وبيأمروا الكل يستعد علشان يقبضوا على المجرم الهارب. فبص ليم على كيمو وما لقوهوش موجود في سريره، فعرف ان هو الهارب، وبسرعه راح له عند السياج الحديد لانه عارف مكانه حسب الخطه المرسومه. لكن كيم بيرفض وقال له ان دي فرصتهم الاخيره، لكن ليم بيقول له لا لسه في فرصه تانية، وهي وقت فحص المنطقه المنزوعه من السلاح، ولو فشلوا ممكن يبقوا يحاولوا مره تانية. فسكت كيم وسمع كلامه ولسه هيطلع الخريطة من جيبه ويرجعها له، فجأة النور بينور وظهروا القادة وضربوا ليم بالقلم على وشه فوقع على الأرض. وبعدها اخدوهم هما الاتنين على السجن، وفي الزنزانة ضربوهم بمنتهى العنف لدرجة ان الارض كلها كانت غرقانة بدمهم. وقعد القائد يحقق معاهم مين فيكم اللي رسم الخريطة دي، فعرف كيم ان هو كده كده ميت، وعلشان كده اعترف هو على نفسه وقال ان هو اللي رسمها. وبعد ثواني دخل احد الضباط وبلغ القادة ان ضابط امن الدولة اللي اسمه لي جاي في الطريق، فكلهم خافوا جدا. ولما وصل لي قال لهم وفقا للتقرير ان كيم اعترف على نفسه ان هو اللي رسم الخريطة. طيب كده مفيش دليل يدل ان ليم له علاقة بالخريطة اصلا، ده غير ان هو اللي قبض عليه وانتوا لما وصلتوا شفتوه هو مسيطر عليه، يعني اذا هو بريء. ثم ان الدولة شايفة انه مش هيكون لطيف ان الاخبار والكل يقول ان 2 حاولوا يهربوا من جيش الشمال، فالافضل يقولوا ان مجرم منهم حاول يهرب وبطل تاني قبض عليه. ومن هنا طلع ليم براءة وكيم اتحبس مع الاسف. وكمان الضابط ليه اخد ليم معاه للمدينة، وفي نص الطريق امره يسوق له العربية وسأله انت كنت بتحاول تهرب معاه فعلا ولا لا؟ فقال له لا انا قبضت عليه بس. وبيفضل ليه يتكلم معاه وبيفكروا بذكرياتهم سوا لما كانوا أطفال، وأبوه كان هو السواق بتاع والده، وعلشان كده طلب منه يناديله أخي بدل سيدي. وبعد ما وصلوا المدينة حضروا حفلة فيها رجال من الجيش، وهناك بنشوف ليه وهو بيبص لشاب واقف بعيد ومركز معاه، وواضح إنهم يعرفوا بعض كويس قوي. أما ليم فكان طول الوقت مركز مع الساعة وخايف يتأخر. وفي نص الحفلة بيتم تكريمه كبطل لأن هو اللي قبض على الهارب. وبعد انتهاء التكريم يا صديقي شاور ليه وقال له إن أنا كده متأخر عن ميعاد رجوعي للكتيبة، فقال له انت من دلوقتي مش مضطر ترجع لانك اتعينت في المقر الرئيسي للكتيبة وبقيت مساعد للقائد. وتاني يوم راح له ليم وقال له انا عايز بس ارجع الكتيبة علشان اجيب منها شوية حاجات واودع اصحابي. فقال له ما اعتقدش ان ليك حاجات هناك مهمة واصحابك هتبقى تشوفهم في وقت تاني. وبيقول له كمان ان المنصب الجديد ده فرصة ومش اي حد يقدر يوصل له بسهولة، وبيعرفوا ان في جندي كمان في خدمته من هنا ورايح. طيب يا صديقي تفتكر كده ان ليم ممكن يشيل من راسه فكرة الهروب؟ اكيد لا، لانه في نفس اليوم بالظبط بدأ يرسم خطة تانية، وهي انه بيزور في بياناته وبيعمل لنفسه كارنيه مزور، وكمان بيسرق الختم وبيختم عليه
بإذن المرور، يعني يدخل ويخرج براحته، وبيسوق عربية واحد من القادة اللي بيكون سكران وبيقدر يخرج خالص بره الكتيبة. وأخيرا بعد لحظات فاق الشرطي لقى نفسه نايم على الأرض في منطقة مجهولة، وفي نص الطريق بتعدي كتيبة تانية وكانوا ماشيين في طريقهم عادي، لكن لما شافوا ليم رجعوا تاني وسألوه انت من أمن الدولة ولا لأ؟ فقال لهم انه في مهمة سرية ومحتاج بنزين. في الأول بيكونوا مش مصدقينه، وبيقول له القائد بتاعهم تعالى معانا لفوق التلة وهناك ممكن نديلك البنزين. فقال لهم مش السجن ده اللي محبوس فيه الهارب كيم؟ فقال له انت عرفت منين؟ ده انت من أمن الدولة بجد بقى. فرد عليه وقال له انا في مهمة سرية والمفروض ان انا بدور على الشريك التاني للمجرم. فصدقوا تاني واخدوا للسجن، وهناك شاف الخريطة وكمان كتبوا له استمارة نقل الكيم من السجن. فنزل وقال لكيم انا وعدتك اننا نهرب الليلة، يعني هنهرب الليلة، وبياخده وبيخرج. وقبل ما يخرجوا بيجي واحد من العساكر وبيقول للقائد ان الضابط ليم طلب بنزين احتياطي مع ان عربيته بتشتغل بالديزل، يعني هو مش عارف عربيته بتستخدم ازاي. فضربه الضابط بالقلم وقال له انت بتتهم ضابط امن دولة؟ إيه اللي انت بتقوله ده؟ فاتضايق هيوم من القلم اللي نزل على وشه ووقف يعدل الاوراق، ولما حط استمارة النقل في ورقة الخريطة اكتشف ان امضة ليم نفس الامضاء اللي في الخريطة، فكده هو اول واحد اكتشف الحقيقة، وعلشان كده اصر انه يكون معاهم لحد ما يرجعوا امن الدولة. وفي نص الطريق اتصل على ريو مساعد ليه وطلب منه يكلمه. في الاول ليم كان رافض وقال له انا في مهمة سرية واكيد هو مش هيعرفني، لكن الضابط برضه اصر، فرد على الفون وقال له وصلني بالضابط ليه والا انا هكون سبب في سجنك. وبعد لحظات بيتصل عليه ليه، فاخد ليه منه الفون بسرعه وخرج يكلمه بره العربيه. فساله ليه وقال له انت بتعمل ايه؟ فقال له انا قررت اختار مستقبلي بنفسي، وقفل الخط في وشه. ولما بص وراه لقى الضابط هيون واقف ورجعه تاني للعربيه، فبعت ليه رساله لهيون وامره يرجعهم تاني للكتيبه. وساعتها هيون امر السواق يدخل شمال، فاستغرب ليه وعرف انه كده تم القبض عليه. وقبل ما ياخد المسدس من جيب السواق كان هيون مسك ايده وحصلت ما بينهم مشاده، وخرجت رصاصه من المسدس في كتف السواق، وبعدها وقع المسدس في ارض العربيه علشان ينضم ليهم كيم هو كمان ويحاول يساعده. وبيستمروا على الوضع ده شويه لحد ما في الاخر بيقدر السواق يمسك المسدس ورفعه على ليم، وقبل ما يضربه بالنار كان هو اخد رصاصه في مخه ومات. ومن هنا بدأت العربيه تفقد توازنها ودخلت بيهم في عمود حديدي، وبسرعه خرج منها ليم وكيم سلام، واستغربوا ضرب النار ده جاي منين علشان يتفاجئوا ان ليه ورجالته وصلوا للمكان واطلقوا عليهم ملايين من الرصاص. فعمل ليم حركه صايعه ومسح وشه كله بدم السواق ونام على الارض، ففهموا انه مات خلاص واتحركوا بالعربيه ناحيتهم. فقام بسرعه واخد الورقه من على الارض وفضل يجري هو وكيم وهم يضربوا عليهم نار، لكنهم فضلوا مستمرين في الجري لحد ما نطوا في النهر. فرجع ليه يا صديقي لهيون اللي بيكون لسه عايش وساله انت بلغت مين تاني بهروب كيم وليم؟ قال له انا ما بلغتش حد يا فندم، انا اسف جدا. قال له لا ابدا ما تتاسفش، انت كده عملت الصح. وراح ضربه بالنار في مخه وخلص عليه، وبعدها اتصل بالرئيس بتاعهم وبلغه ان كل شيء تمام. وفي المشهد اللي بعد كده كانت المية حدفتهم على الشط وشافوا مجموعة من الرجالة بيحرسوا المكان، فبسرعة استخبوا بين الزرع لكنهم قدروا يمسكوهم. وقبل ما يقتلوهم قالوا لهم احنا مطاردين زينا زيكم فما فيش داعي تقتلونا. فسكتوا شوية وقربوا منهم وسألوهم إذا كانوا شافوا المسجون سانجفو. فسكت كيم، أما ليم فقال له قول إنك تعرفه، بس برضه كيم قال إنه ما يعرفهوش. وبعد شوية افتكر ولد شعره كثيف وقال لهم مش اللي شعره كثيف؟ أيوة أنا شفته، وكان بيقول إنه مشتاق جدا لأخته. ففرحوا جدا لما عرفوا إن سانج لسه عايش واخدوهم معاهم للوقر بتاعهم، وهناك قالوا انهم عايزين يهربوا سانج. فرد عليهم كيم وقال لهم سهله جدا، انا شفت المكان واقدر ارسم خطه وهربه. وكمان عرف مواعيد الاستراحه بتاعه الضابط. وقبل ما يخلصوا كلام كانوا عساكر الجيش وصلوا للوقر، وكانت في ميه بتنقط على مسدساتهم. فبصوا لفوق وشاف فتحه السقف اللي كيم وليم هربوا منها وراحوا استخبوا ورا الصخور في الوادي. فعرفوا مكانهم وراحوا وراهم، وكانوا الرحاله خايفين على اطفالهم قوي، وعلشان ليم عايز ينقذهم فاخد كيم وطلعوا فوق الصخور من الجانب التاني وضربوا عليهم نار، وبكده قدروا انهم يشتتوا تركيزهم وبعدوهم عنهم وفضلوا يجروا والعساكر يطاردوهم ويضربوا عليهم نار لحد ما اتصاب كيم واخدوا رصاصه في رجله. فساعدوا ليم وشالوا واستخبوا ورا صخره كبيره. طيب خلاص كده خلصت؟ اكيد لا، جم البنات وضربوا نار على العساكر. فكيم وليم والبنات قدروا يهربوا كلهم. فاتضايق ليه وضرب المساعد بتاعه ريو بكل قسوه واخدوا معاه في العربيه وساله هو انت شايف نفسك تنفع جندي؟ فقال له جدا يا فندم. قال له يبقى لازم تنفذ المهمه دي وتقبض عليهم. اما كيم وليم فكانوا مستمرين في طريقهم وبعدوا خالص عن الرحاله، وقالوا انهم لازم يوصلوا بسرعه قبل ما المطر يغرق العلامات والا خطتهم مش هيكون ليها لازمه. وفجاه قبل ما يطلعوا وقع كيم من فوق المنحدر
واتفاجئ ان في عدد كبير من الجنود في وشه، بس من حسن حظه ان كلهم لابسين نفس اللبس، وظهر ليم من وسطهم ولبسوا الخوذه ووقفوا وسط العساكر بدون ما حد يكشفهم، وبعدها هربوا ودخلوا اوضه الاكل. وكيم وهو بيطلع فوق معدات الطبخ وقع المعدات وعملت صوت، فعرفوا انهم جوه، وبسرعه راحوا لهناك وفضلوا يخبطوا على الباب علشان يكسروه. فقرب ليم من الباب وكب بنزين على الارض، واول ما الباب اتفتح راح مولع في البنزين وفجرهم كلهم، واخد كيم وهرب. وخرج ليم من تحت السياج علشان يدور على كيم، ملقهوش، وبيلاقيه لسه ورا السياج بيدور على السلسله بتاعت امه اللي وقعت منه هنا اول مره لما قبضوا عليه. فشافوا ليه وضربوا رصاصه في ظهره، فرجع له ليم تاني بسرعه وسحبه وخرجوا من تحت السياج. فعطاله كيم السلسله وقال له يديها لامه بمناسبه عيد ميلادها، لانه كان هيكون محرج جدا لو ما ادهاش هديه في عيد ميلادها. ومره واحده ضربوا ليه رصاصه في ظهره وخلص عليه، فبص له ليم بقوه وتحدي وراح ضارب رصاصه في كشاف النور وهرب. واستعد ليه لقتله للمره التانيه، بس قبل ما ينشن عليه كان هو ضرب كل كشافات النور بالنار، لكن برضه ليه كان قادر يشوفه وضرب رصاصه في ظهره، فوقع على الارض وفضل ليه يضرب عليه اكتر من رصاصه لكنه ما اتحركش من مكانه. ومن هنا هو فهم انه مات، وبسرعه نزل هو ورجالته وركبوا العربيات علشان يروحوا يقبضوا عليه. ووقتها كان الراديو اللي مع ليم لقط اشاره، ففرح ليم وعرف انه كده قرب من جيش الجنوب، وفضل ماشي في اتجاه الاشاره لحد ما دخل حقل الالغام واكتشف ان العلامات اختفت بسبب المطر، وبكده هو ممكن يدوس على اي لغم في اي لحظه، يعني الخطه بتاعته ملهاش اي لازمه. فرمى الخطه في الارض وقال لو هموت يبقى موت بشروطي، وفضل يجري من غير ما يقف. وجا ليه والعساكر ضربوا عليه نار، بس مفيش اي حاجه جت فيه. ومع طلوع الفجر وصل ليم للجنوب، ومن سوء حظه داس على لغم، وفجأة لقى ليه وراه ورفع عليه المسدس، فراح شده ليم من لبسه وقال له كده هنموت سوا او تسيبني اعيش وانا كمان هسيبك. فقال له لو كنت فاكر ان جنود الجنوب هيعيشوك في جنة تبقى غلطان. فرد عليه وقال له على الاقل لو فشلت هحاول تاني، لكن هنا ممنوع افشل او انجح. وراح رافع رجليه بالراحه من على اللغم وقال له سيبني بقى اعيش حياتي زي ما انا عايزها. بس بدون فايده، مره واحده ضربوا ليه بالبوكس في وشه، فضربوا ليم هو كمان ووقع المسدس من ايده وقام مشى. وقبل ما يمشي قال له لو قربت مني تاني هقتلك، وكمل في طريقه من غير ما ياخد المسدس معاه. ودي كانت اكبر غلطه غلطها في حياته، لان ليه ما استسلمش ومشى وراه وضربه رصاصه في رجله، فدخل ليه من نفق وهو مصاب وما استسلمش هو كمان، وفضل يمشي لحد ما ليه دخل وراه وضربه رصاصه تانيه في كتفه، فوقع ليم قبل خط الانشقاق بحاجات بسيطه، ولو لمس الخط ده ما يقدرش ليه يلمسه، ولو عمل كده يبقى بيتخطى اتفاقيه السلام اللي ما بينهم. وفعلا ليم فضل يزحف بصعوبه جامد جدا لحد ما لمس الخط، وساعتها ظهر جيش الجنوب ورفعوا على ليه السلاح وقالوا له لو قتلته هنقتلك، لانك كده بتكون اتخطيت معاهده السلام اللي ما بيننا. فقال له غور واعمل اللي انت عايزه، وسابه ورجع وهو حزين علشان فشل في القبض عليه. وبعد مرور سنه بنشوف ليم قد ايه بقى كويس، وراح زار والد كيم واخته وما قالهمش انه مات، وفضل يحكي لهم عن مواقف كيم الكوميديه اللي كان بيعملها معاهم في الجيش، وكمان ادى لوالدته السلسله زي ما كان موصيه. وفي المشهد الاخير بنشوف ليم وهو ماشي في شوارع كوريا الجنوبيه حر وسعيد اخيرا زي ما كان بيتمنى، وده بعد صبر ومحاولات واجتهاد 10 سنين. علشان كده يا صديقي ما ينفعش نيأس، ولازم نصبر ونحاول مرة واتنين ومليون لحد ما نحقق أحلامنا. ولحد هنا صديقي بيكون انتهى فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك، واستنوني في ملخص تاني. سلام.